ليه لا؟ يعني حد يقول لي. لا طبعا كروان نجم وكل البنات بتحبه وكل البنات حلوين، ده كفايه ثقته بنفسه. عنده بيتكلم كلام زياده غير الناس. انت حضرتك في حاجه ولا انتوا صاحيين ولا نايمين انتوا ولا انتوا قاعدين مع بعض ولا فين انتوا؟ عنده مش عارف. انت بتضحك ليه انت روح؟ بيضحك ليه؟ هو مش مصدق اللي انت بتقوله عليه. هتقولي طب يا اسلام مين هيحضر الفرح ده؟ اقول لك تعالى اوريك العزوم، الحاج علي بنفسه عزم الناس. يوم الاثنين فرحة كروان الكبيرة، فرحتي قبل ما تكون فرحة كروان فرحتي أنا. الف مبروك يا عم علي، الف مبروك. ما تفهمش ده في الميتافيرس ولا احنا قاعدين مش عارف. أنا عازم الدول العربية كلها وعازم مصر وعازم قرايب وعازم الناس كلها طبعا. اهو يا سيدي اتفضل. بابا كروان عازم الدول العربية ومصر، فرح الكريستيانو. هتقولي طب يا اسلام الفرح ده هيجي فيه نجوم؟ هقول لك ألمع النجوم. السلام عليكم استاذ احمد العوضي، انا بعزمك انا وحماتي على فرحي. اهو بقى عايز ايه يا عوضي بقى؟ الراجل جايب حماته يوم 29 ان شاء الله ديسمبر تيجي تنور الدنيا تيجي كلها تنور الدنيا وتنورنا. كلها. لا ان شاء الله هيجي لحضرتك، ما دام حضرتك عزمتيه بنفسك ان شاء احمد العوضي جدع وراجل. احلى احمد العوضي الجميل ام متواضع للي رفعه اخويا هو متواضع فعلا يا كروان. لا طيب انا عارفه. حبيب قلبي اللي مشرفنا، واحنا نكون سوا بعض يا حبيب قلبي، وطبعا مش هنكبرها على بعض. مستنيك يا احلى احمد العوضي. لا مش هيكبرها عليك يا كروانتي، النجوم مش بيكبروها على بعض. اهم حاجه بس انت لو عازم رضوى الشربيني الغي عزومتها لان في مشاكل اليومين دول، وهو كان لسه مع الاستاذه اسعاد يونس. الف مبروك يا كروانتي. انت بس قول لنا العيد ميلاد ده هيتعمل فين في الميتافيرس عشان لو حد عايز يجي يوجب معاك في انتظار الحدث الكوني والتفاعل الكيميائي الرهيب اللي هيحصل. الف مبروك يا كروانتي، ميعادنا يوم 29.